ابتعدي عن ابنتي، لقد سممت حياتها بما فيه الكفاية. صرخت زوجة الأب وهي تسد باب غرفة المستشفى. أمسكت الابنة بذراعها النازف وهي تحدق بغضب. أنا مطابقتها الوحيدة يا أمي، الممرضة أثبتت ذلك للتو. الآن أخبريني، لماذا تركتيني في دار الأيتام تلك؟ شحب وجه زوجة الأب. تدخل الطبيب بينهما. إنها أمك البيولوجية، فحص الدم لا يكذب. تراجعت الابنة مترنحة. أكذبت علي طوال حياتي؟ تهدج صوت زوجة الأب. كنت صغيرة وخجلة، والدك وعد بأن يربيك إذا اختفيت أنا. نزعت الابنة الأنبوب الوريدية من ذراعها بعنف. ليس لك الحق في البكاء الآن. مدت زوجة الأب يدها. أرجوك. خرجت الابنة تاركة ثوب المستشفى كوم على الأرض. تلاشت قوتها وسقطت زوجة الأب على الكرسي القريب وهي تشعر بثقل الحقيقة كلها. دمعت عيناها ولم تعد قادرة على كبت ما في داخلها. نظر الطبيب إليها بحزن وقال بصوت هادئ: لقد كان الكذب حملا ثقيلا عليك طوال هذه السنين. الآن الحقيقة ظهرت. ربما يكون هذا بداية لشيء جديد، بداية للتعافي. هزت رأسها بيأس. لا يمكنها أن تسامحني، لا يمكنها أبدا. أجابها الطبيب برفق: الوقت والصدق هما المفتاح. اتركي لها مساحة، ولكن لا تتوقفي عن المحاولة. الأمومة رابط قوي حتى لو بدت مقطوعة. نظرت